القصة اللي غادي نعاود لكم اليوم خطيرة بزاف وحقيقية، وجميع المصادر اللي قلبت فيهم كيأكدوا باللي حقيقية بجميع الأحداث اللي فيها. بسم الله على بركة الله نبداو. القصة اللي غادي تسمعوا اليوم حقيقية وواقعية وطرات بالضبط سنة 1993 بجنوب المغرب. هاد القصة ديال واحد السيد مغربي واللي كان صحافي، كان واحد الشاب ذكي بزاف وما كيخافش وزاعم. في الاول كان كيبحث في هاد العالم ديال الجن، كان كيبحث فيه واش بصح كاين ولا لا. يعني هاد الشاب بغى يكتشف هاد العالم ديال الجن واش بصح اصلا كاين في الوجود او لا غير كذوب وخرافات. هاد الصحافي هذا في الاول كان واخد هاد الامر كعمل وبحث فقط، لكن من بعد غادي يلقى راسو انه تواصل مع عالم الجن، بل وتخليه من اوسع ابواب ديالو. غادي يتعامل مع بزاف الانواع ديال الجن، منهم شياطين وعفاريت ومرضى. وماشي غير هادشي صافي، لا بل تعامل مع ملوك الجن السفليين. هاد الشاب هذا غادي يدوز من واحد التجارب اللي قاصحه بزاف ديال بصح، واللي مازال ليومنا هذا كيعاني منها. وحاليا راه كيسكن في فرنسا، وبالضبط في مدينه ليل الفرنسيه. لكن هاد السيد هذا باقي ليومنا هذا متبوع من عالم الجن. شنو وقع لهاد الشاب وشنو هي القصه ديالو وكيفاش اصلا حتى بدات هاد القصه كامله من الاول؟ هادشي الخوت هو اللي غادي نعرفوه دابا. هاد القصه كامله الخوت غادي نعاودها على لسان السيد اللي عاودها، اللي هو زكريا، اللي هو البطل ديال القصه. غادي نعاودها على اللسان ديالو وكانني انا زعما هو زكريا باش نقربكم من القصه اكثر. ودابا الخوت بغيتكم توجدوا راسكم لاخطر قصه ممكن تسمعوها في حياتكم كامله. القصة ديالي غادي تبدا سنة 1993. بما انني صحفي مغربي، واحد النهار قررت انني نكتشف هذا العالم ديال الجن والشياطين، نكتشف واش كاين بصح او لا. وقررت انني نبحث فيه ونتعمق فيه. هنا غادي نتصل بواحد الشيخ اللي معروف بزاف واللي كاين بالضبط في جنوب المغرب. هذا الشيخ ملقب بالشيخ العكراشي، واللي كيتعتبر من اقوى الشيوخ الروحانيين اللي دازوا في التاريخ. ملي عيطت لهذاك الشيخ غادي يجاوبني المساعد ديالو اللي الاسم ديالو حمزه. دويت مع المساعد ديالو فهمته وقلت ليه بغيت نتلاقى مع الشيخ العكراشي باش نحاول نبحث في هذا الموضوع ديال الجن، وبغيتو يعطيني معلومات ويعرفني عليه اكثر. وهذا الشيء كامل كنت باغي نعرضه في صفحات ديال الجريده باش يقراوها الناس ويستافدوا. المهم الشيخ غادي يقبل هذيك الدعوه ديالي وقبل انني نمشي عنده، وبالفعل غادي نهز المسائل ديالي وغادي نتجه عند الشيخ العكراشي. غادي ندخل عنده وغادي نلقاه كيتسناني. هنا ملي سلمت على الشيخ ورحب بيا بديت كنسول فيه. سولته وقلت ليه واش بامكان الجن ياثر على الانس. زائد سولته سؤال اخر وقلت ليه واش بامكان الانس يتصل بالجن. الشيخ غادي يجاوبني وغادي يقول لي ممكن. عاود سولته وقلت ليه وكيفاش كيوقع هادشي، كيفاش كيطرا. كنظن ان هاد الامر مجرد خرافات واكاذيب، وكنظن ان شي حاجه بحال هادي راه ما يمكنش تكون وعمرها ما تكون اصلا. وكنظن ان هادشي كامل غير ضحك على العقول الصغيره والعقول اللي كتكون جاهله، يعني هادشي ما منوش. هنا الشيخ غادي يعاود يجاوبني وغادي ياكد لي وقال لي لا راه بصح ممكن باذن الله بطبيعه الحال. غادي يسولني الشيخ وغادي يقول لي واش بغيتي تجرب. انا بطبيعه الحال قلت ليه اييه باغي نجرب واخا راني. هنا الشيخ غادي يضحك واحد الضحكه ديال الاستهزاء وغادي يعيط على المساعد ديالو حمزه. ملي جا حمزه عند الشيخ دو معاه وقال ليه راه هاد الشاب هذا باغي يشوف الجن. حمزه غادي يجاوبو وغادي يقول ليه واخا شيخنا نقدروا نديروا ليه الكشف باش يشوف داكشي اللي غادي يشوف باش يبهرو. هنا الشيخ غادي امره وغادي يقول ليه جيب لي المجمر وجيب لي ما خرج من البقره وما خرج من الحوت وما خرج من الضبي. حمزه غادي يقول لي حاضر يا شيخ، وغادي يمشي يجيب هاد المسائل اللي قال ليه. انا بطبيعه الحال ملي كنت جالس وسمعته داكشي اللي طلب منه جاني هادشي غريب، وسولت الشيخ قلت ليه يا شيخ بغيت نسولك. قال لي مرحبا. قلت ليه بغيت نعرف هاد الطلبات اللي قلتي للمساعد ديالك. قلت ليه شنو هو المعنى ديال ما خرج من البقره وما خرج من الحوت وما خرج من الضبي. غادي يجاوبني الشيخ وغادي يقول لي ما خرج من البقره هو روث البقر واللي كنستخدموه كفحم، اما ما خرج من الحوت فهو العنبر، واما ما خرج من الضبي فهو المسك. وهنا غادي يدوزو غير واحد اللحظات قليله غادي يبان لينا حمزه جاي وجيب هذوك الاغراض اللي قال ليه الشيخ. هنا الشيخ غادي يبتسم وغادي يقول لي اقترب عندي زكريا، قرب لعندي باش تشوف شنو غادي ندير. هنا في هذه اللحظه هذه غادي يكتب على الكف ديالي شي اسماء وحط واحد الكاس فيه واحد الماء وفيه واحد القطرات من الزيت الاسود. وهنا غادي يقول حمزه يبدا التبخير، وانا غادي امرني باش نهز هذاك الكاس ونحطه فوق الكف ديالي. هذاك الكاس اللي فيه الماء والقطرات ديال الزيت الاسود نحطه فوق الكف ديالي فين كتب هذوك الاسماء وداك الشيء اللي ما عرفتش اصلا شنو كتب تماك. قال لي حط هذاك الكاس وبقى مركز على هذوك النقطات اللي فيه. انا بطبيعه الحال هزيت الكاس
وبديت كنشوف هذوك النقاط الكحلين ديال الزيت اللي في الكاس. وعلى الشيخ غادي يبدا بقراءة أقسامه وعزائمه. وهنا فقط غير واحد اللحظات قصيرة اللي دازو بديت كنغوت وكنقول ليه يا شيخ هذوك النقاط اللي كنشوف في الكاس راه بداو كيكبروا. كنت كنشوف في الكاس وكنقول ليه هاد النقاط راه كبار بزاف وبداو كيكبروا بواحد الطريقة اللي كبيرة لدرجة ولاو كبر من الكاس. الشيخ غادي يكمل القراءة ديالو وانا كنوصف ليه داكشي اللي كنشوف فيه، حتى لواحد اللحظة هنا بديت كنشوف جوج ديال القطات في هذيك الدائرة. واحد شوية وليت كنشوف الرأس ديال شي رجل، لا واحد شوية وليت كنشوف راجل كامل. اواه هذاك الراجل كينعت فيا بالكف ديالو، لا ما يمكنش، هذاك الراجل نحان ليا وكيحييني. اواه انا حاليا كنسمعو في ودني كيقول لي السلام عليكم. هنا الشيخ غادي يوقف القراءة ديالو لداكشي اللي كان كيقول وقال لي ودابا زكريا واش اقتنعتي؟ انا الصراحة جاوبته بواحد الغرور وقلت ليه يا شيخ وهذا الشيء كتسميه حضور الجن. قلت ليه كنعتقد ان هذا الشيء غير مجرد هلوسه من هذوك البخور اللي بخرتينا وديك الريحه اللي شمينا، يمكن غير تخيل لي هذا الشيء. والصراحه بديت كنضحك على داك المنظر اللي دار الشيخ، يعني ما قنعنيش. بديت كنضحك على هذا الشيء قلت ليه واش هكا زعما كيحضروا الجن؟ هنا في الحقيقه الشيخ غادي يجمع الضحكه وقال لي واخا فهمتك. قال لي ماشي مشكل، فهمتك بالضبط شنو باغي. وهنا غادي يعاود يعيط على حمزه المساعد ديالو. غادي يجي عنده حمزه وغادي يدوي معاه الشيخ وغادي يقول ليه حيد عليا كاع هادشي اللي جبتي دابا، راه زكريا باغي يشوف حضور مباشر للجن حيت راه ما اقتنعش بهادشي اللي درنا ليه. هنا في الحقيقه حمزه غادي يدوي مع الشيخ وقال ليه راه غادي يمشي فيها الشيخ، راه ما غاديش يقدر. قال ليه راه ما غاديش يتحمل داكشي حيت راه ماشي روحاني. انا بطبيعه الحال هنا غادي ننقز وغادي ندوي مع حمزه وقلت ليه ما تخافش عليا يا حمزه، راه كاينه غير موت وحده، زائد انني واحد الرجل ديال القلم وكنآمن بالعلم فقط، يعني كنآمن غير بالعلم والمنطق، واصلا حتى انايا باغي نشوف شي حاجه كبيره باش نقتنع. هنا حمزه بقى كيشوف فيه ودار الكتافو بحال هكا وقال الشيخ اذا يا شيخ وريه احد الخدام ديالنا، وريه القط او الافعى. انا في الحقيقه هنا عاوتاني ضحكني حمزه وقلت ليه كيفاش قط ولا افعى؟ راني بغيت نشوف جن حقيقي، اش من قط ولا افعى؟ هنا في الحقيقه الشيخ بدا كيضحك بزاف حتى بانوا ليه نيابو. وهنا غادي امر حمزه قال ليه سير خرج وسد الباب وطفي الضوء وجيب لي شمعه الحكمه. حمزه غادي يجاوب وغادي يقول ليه امرك يا مولانا وغادي يمشي. انا في الحقيقه كنت جالس وكنتسنى الشيخ شنو غادي يدير من بعد ما غادي يجيب لي حمزه هذيك الشمعه ديال الحكمه، وكنت جالس ومتيقن انني ما غاديش زعما نشوف شي حاجه اللي خطيره، مع العلم انني ما كنتش عارف باللي غادي ندخل لعالم الجن باوسع الابواب ديالو. حمزه غادي يجي وغادي يجيب معاه هذيك الشمعه ديال الحكمه اللي مصنوعه من العسل ديال النحل مكتوب فيها شي طلاسم اللي غريبه. الشيخ غادي امر حمزه باش يشعل الشمعه ويمشي بحاله ويسد الباب، ونبقى غير انا والشيخ فقط والضوء مطفيين. حمزه بطبيعه الحال غادي ينفذ داكشي اللي قال لي الشيخ ومشى، وبقيت قدام الشيخ الراس في الراس وهذيك الشمعه شاعله وسطنا. وهنا الشيخ قال لي دابا غادي نوريك شي حاجه اللي غادي تبهرك ديال بصح. هنا الشيخ بدا كيقرا غير في السر شي حوايج اللي ما كنسمعهمش، بقى كيقرا فيهم لمده ديال 5 دقائق حتى لواحد شويه غادي يقول اكشفوا الحجاب بينكم وبين زكريا ابن فلانة، يعني علي ألوحة ألوحة العجل العجل الساعة الساعة، وكمل كلمات آخرين اللي ما فهمتهمش في الحقيقة. وهنا فجأة غادي يبان قدامي واحد الراجل اللي طويل بزاف واللون ديالو اسود، كان عنده واحد الشعر اللي طويل بزاف واللباس ديالو غريب. هنا غادي يدوي بواحد الصوت مرتفع وغادي يقول السلام عليكم يا عباد الله الصالحين. هنا انا في الحقيقه ملي شفت هذاك المنظر بديت كنترعد وتخلعت بزاف وبديت كنعرق وليت محمر، يعني بنت انني كنت خايف ديال بصح. وفي الحقيقه انا قصت اللور بلا ما حسيت ومشيت للناحيه ديال الشيخ. هنا الشيخ غادي يضحك وغادي يقول انصرف ايها العون بحق ما جئت له طائعا. وهنا فجاه غادي يختفي هذاك العون وكانه الصراخ. في الحقيقه انا حاولت نصبر راسي وحاولت نتكالما وكنت كنتنفس بصعوبه وقلت للشيخ واش هذا هو الجن؟ الشيخ غادي يضحك وغادي يقول لي واش كتشك في هذا الشيء؟ انا الصراحه قلت ليه لا في الحقيقه ما كنشكش، لكن راني تخلعت بزاف صراحه. هنا الشيخ دوا معايا وقال لي هذاك راه انه العون المعين وراه ما كيادي ما والو، وانت ملي خفتي منه فراه دويت معاه وقلت ليه غير سير. انا في الحقيقه لهنايا كنت مصدوم وما بقيتش قادر نكمل في هذه المحادثه وهذا الشيء هذا، ودويت مع الشيخ وقلت ليه راه غادي نمشي للدار حتى الغدا ان شاء الله ونتلاقاو. صافي جاوبني الشيخ وقال لي وكيضحك قال لي واخا زكريا
يمكن لك تمشي وغدا نتلاقاو. انا الصراحه كان العقل ديالي مشتت ديال بصح، وكنت كنفكر فقط غير في هذا العالم الاخر اللي في الحقيقه ما كنتش كنآمن به. وانا غادي في الطريق كنتمشى راجع للدار ديالي، هنا واحد اللحظه غادي نشوف الابن ديالي ماجد كان غادي كيتمشى وغادي قاطع الشانطي، كان قاطع الشانطي بواحد السرعه اللي كبيره غادي كيجري. هنا انا بطبيعه الحال استغربت وقلت شنو هو ولدي كيدير هنايا؟ اش جابو لهنايا وباقي صغير؟ الدار بعيده عليه ب5 كيلومتر، اش جابو هنايا بوحدو ما معاه حتى شي واحد؟ انا هنا بطبيعه الحال بديت كنعيط له وكنغوت ليه ماجد ماجد، لكن هو ما كانش كيسمع ليا، كان غادي قاطع الشانطي. وهنا الابن ديالي غادي يزيد في السرعه ديالو وغادي يدخل وسط الشارع، وهنا فجاه غادي تضربوا سياره كانت غادا بالشهد. في الحقيقه العقل ديالي طار من بلاصتو ملي شفت هذا المنظر. تخيلوا معايا رجليا ما بقاوش قادرين يهزوني، صدمت. الابن ديالي الوحيد اللي عندي ضربته طوموبيل قدامي. في الحقيقه ما بقيتش قادر نتحمل وطحت غيبت ما عقلتش على راسي. هنا بديت كنرجع في الوعي ديالي والناس دايرين بيا وكيرشوا عليا الماء في وجهي. وهنا بلا ما حسيت بديت كنغوت وكنقول لهم الابن ديالي فين هو؟ ماجد راه ضربته طوموبيل. الناس بداو كيشوفوا فيا وقالوا لي راه حتى شي واحد ما ضربته طوموبيل هنا، يعني حتى شي حاجه ما واقعه. انا استغربت قلت يمكن واش كنت كنتخيل؟ ما يمكنش. وانا نمشي لاقرب تيليبوتيك باش نعيط للزوجه ديالي، وبالفعل داكشي اللي درت. عيطت لها سولتها وقلت لها خديجه فين هو ماجد؟ هي في الحقيقه استغربت وقالت لي علاش كتسول؟ راه ناعس. انا تميت خادي نيشان المنزل باش نشوفه ونتاكد، ورجلي ما قادرينش يهزوني من هذاك المنظر اللي شفت. وفي الحقيقه ملي دخلت للدار ودخلت للبيت ديال ماجد بصح غادي نتيقن باللي هو غير ناعس. وهنا في هاد اللحظه انا كنت عيان حتى انا بزاف، ومشيت وطحت كاو نعست بحوايجي اللي كنت لابس. غادي نفيق في الصباح بواحد الصعوبه اللي كبيره بزاف، لكن ملي بديت كنتفكر شنو وقع البارح نط لبست حوايجي ومشيت نيشان عند الشيخ العكراشي باش نعاود ليه شنو وقع. بدون مقدمات بدون اي حاجه بديت كنعاود للشيخ في داكشي اللي وقع معايا البارح. هنا الشيخ غادي يبدا يضحك وغادي يقول لي راهم كيجربوا فيك زكريا، راك تحديتيهم. انا هنا دويت مع الشيخ وقلت ليه يا شيخ بغيت نشوف العون المعين، بغيت نشوفو دابا. هنا الشيخ غادي يدوي معايا وغادي يقول لي اتقي الله زكريا، راه هادشي ماشي المجال ديالك، راك انت صحافي وما عندك ما دير بهادشي، داكشي اللي جيتي عليه راه حنا وريناه ليك، اذا ما بقى عندك والو غير سير مكرما معززا. وقال لي كنوعدك باللي حتى شي حاجه ما غادي تنغص لك حياتك، سير كمل حياتك وعيش بخير، نسى لك هاد الشيء هذا. لكن انا هنايا قسمت عليه بالله وقلت لي اقسم بالله يا شيخ باش توريني العون المعين، راني بغيت نشوفه دابا يا شيخ وبغيت ندوي معاه. هنا في الحقيقه الشيخ بقى كيشوف فيا ووافق على الطلب ديالي، وبالفعل غادي يعيط على العون المعين، واللي بطبيعه الحال من شي قبيله من قبائل الجن. لكن انا هاد المره كنت مشجع وواقف وكنت نتسنى فيه غير يبان قدامي، ما كنتش خايف كاع. وبالفعل غادي يخرج العون المعين قدامي، وهنا بديت كنسول فيه علاش البارح درتي معايا هذيك الحركه في الشارع، علاش بينتي لي باللي راه الابن ديالي زعما كيموت قدامي، علاش درتي هكا؟ هذاك العون او هذاك الجن بدا كيضحك وكيستهزأ حتى الحيوطه ديال البيت بداو كيتحركوا. زكريا راك وليتي معروف عندنا في العالم ديالنا، وكنا بغينا نختبروا الجرأة ديالك علينا، لكن في الحقيقة لقيناك ضعيف. لكن واخا هكاك غادي نقول لك واحد الحاجة، راه كاين واحد الصندوق غادي تلقاه في العتبة ديال الدار ديالك، راه فيه واحد المال وفيه واحد السر من اسرار الحياة. والا بغيتيني نكون اخ ليك ومعين ليك طلب من الشيخ باش يعطيك طريقة تواصل معايا، وهكا غادي ندلك على الخيرات والمنافع اللي كتير. وهنا هذاك الجني غادي يمشي بدون استئذان، غادي يمشي كالريح، غادي يخلي وراه بزاف العلامات استفهام وبزاف الاسرار اللي ما فهمتهمش، مشى وخلاني في هذيك الحيره. انا هنا في الحقيقه غادي نشوف الشيخ وقلت ليه يا شيخ بغيت منك طلب واحد فقط، بغيتك تعطيني هادشي اللي قال هاد العون هذا. الشيخ هنايا غادي يبدا يضحك وغادي يقول لي هاد العون زكريا راه من العالم السفلي، راه ما غادي يدلك لا على خيرات ولا منافع، راه غادي غير يخرج عليك فقط، وراه ما عندك ما دير بهادشي، راه ما غادي يعطيك والو، ما غادي يزيدك والو، غادي غير يكفس لك حياتك ويخرج عليك، راه غير كيكذب عليك. انا في الحقيقه بكثره ما بغيت هذاك الشيء بديت كنبكي بحرقه وبست اليد ديال الشيخ وبديت كنطلب فيه كنقول ليه الله يرحم لك الوالدين لما عطيني داكشي اللي كان العون، راني بغيتك يا شيخ تربط العلاقه بيني وبينه. هنا في الحقيقه الشيخ غادي يغضب بزاف، غادي ينوض من بلاصتو وغادي يشوف فيه وغيقول لي زكريا خرج سير بحالك، قال لي سير وما ترجعش لهنايا، فالطلب ديالك مرفوض وهادشي اللي كتقول راه ما غاديش نعطيه لك، غير نوض وسير في حالك. انا هنا في الحقيقه ما كان عندي من ندير من غير انني نط من بلاصتي وتميت غادي خارج. في الحقيقه كنت
صافي فقدت الامال وغادي بواحد خيبه امل. لكن وانا غادي كنتمشى في الطريق راجع للدار ديالي، هنا غادي نتفكر داكشي اللي قال لي هذاك الجني، داكشي اللي قال لي كاين في العتبه ديال دار. قال لي راه غادي تلقى واحد الصندوق فيه شي مال وفيه شي حوايج. يعني تفكرت هاد الهضره هادي ومشيت بالفعل لحد العتبه ديال المنزل ديالي وبديت كنحفر. مرتي في الحقيقه كانت كتشوف فيا ومستغربه علاش كنحفر في العتبه ديال المنزل ديالي، لكن انا بطبيعه الحال ما تسوقتش وكملت الحفير في هذيك العتبه. وهنا فجاه غادي نلقى واحد الصندوق ديال الحديد، واحد الصندوق اللي قديم بزاف ومصدي. حليته لقيت فيه واحد القطع من المال القديم، واحد القطع نحاسيه ديال المال، زائد انني لقيت فيه واحد الجلد اللي قديم بزاف ملفوف، وفيه واحد الخاتم من النحاس الاحمر. انا في الحقيقه هزيت داكشي اللي لقيت في داك الصندوق ودخلت للدار وبديت كنقي في هذاك الشيء حيت كان مغبر شويه. هنا في الحقيقه زادت الحيره ديالي بزاف. اواه شنو هادشي اللي لقيت؟ انا غادي ندخل لواحد البيت اللي كاين عندنا في الدار اللي خاوي، اللي في الحقيقه ما كيدخل ليه حتى شي واحد. غادي نشعل واحد الشمعه وهنا بديت كنطلب في الحضور ديال هذاك العون. بديت كنقول يا ايها العون المعين اترجاك أن تحضر الآن، أتوسل إليك أن تحضر الآن. وشديت هذاك الخاتم اللي لقيت وبديت كنحك فيه ظنا مني أنني زعما إلا حكيته راه غادي يخرج لي هذاك العون المعين، لكن في الحقيقة ما خرج حتى شي حاجة وما خرجش هذاك العون. انا هزيت التليفون وعيطت نيشان للشيخ، لكن غادي يجاوبني حمزه. دويت مع حمزه وقلت لي عافاك لما دوز لي الشيخ ندوي معاه، لكن الشيخ رفض انه يدوي معايا في هذاك الاتصال. في الحقيقه دخلت في واحد الحاله ديال الحيره، ما بقيتش فاهم شنو كاين. انا اصلا واحد الشخص اللي ما مقتنعش نهائيا بفكره وجود الجن، اصلا ما عمري اقتنعت بالشيوخ ولا بالسحر، وكنعتبر من ديما ان هذا الامر مجرد ضحك فقط على الناس الاغبياء. لكن ما كنتش ظان انني حتى انا اليوم طحت هذا العالم المجهول، واحد العالم اللي مخلطه فيه الحقيقة بالخيال، مخلط فيه المعقول باللا معقول، ومخلط فيه الواضح بالخفي. في الحقيقة في هذه اللحظة هذه جمعت القوة ديالي وخديت واحد النفس عميق، شديت داكشي اللي لقيت وحطيته فوق الطاولة قدامي. بديت كنشوف فيه وكنحلل في داكشي اللي كنشوف. خاتم من نحاس، قطع قديمة من المال النحاسي، وقطعة قديمة من الجلد. في هذه اللحظة هذه بالذات قررت انني نتعلم هذا العلم الخفي. بديت في الصلاة والذكر، ومن بعد نيشان قصدت العم العماري. هذا العم هذا كيبيع الكتب القديمة في واحد الحي عندنا. مشيت عند العم العماري وخديت من عنده واحد الكتب الخاصة بالتنجيم والسحر. رجعت للدار وحليت هذوك الكتب وبديت في القراءة. بقيت كنقرا بلا ما نتوقف، وكأنني كنبحث على الحل. بقيت كنحاول نوصل لشي راس الخيط اللي غادي يقدر يوصلني انني نتواصل مع القوى الخفية، الحل اللي غادي يفتح لي واحد المجال الجديد باش ندخل لهذا العالم الخفي. وانا كنقرا في هذوك الكتب وكنقرا فيهم هنا فجأة غادي يصوني الهاتف ديالي. هزيت الهاتف وجاوبت. هنا دوا معايا حمزة المساعد ديال الشيخ، وقال لي في التليفون جي دابا عند الشيخ راه باغي يشوفك ويتلاقى بك. ما تخيلوش الفرحة ديالي قداش كانت. طرت بالفرحة، جمعت كامل القوة ديالي ومشيت نيشان لبيت الشيخ. كنت غادي عنده فرحان حيت اخيرا غادي ناخذ داكشي اللي كنت كنحلم به. دخلت عند الشيخ الغرفة ولقيته جالس في واحد الركن في اركان هذاك البيت. كان جالس وكيتسنى فيا، كان كيشوف فيه بواحد الطريقة اللي الصراحة ما عجباتنيش. وهنا الشيخ بدا الكلام وبدا كيقول لي شوف فيا ولدي العزيز، شوف فيا، انت راك صحافي وجيتي لعندنا باش نثبتوا ليك واحد الحاجه اللي ما كنتيش كتامن بها، وراه ثبتنا ليك هادشي كامل بالحجه وبالبرهان. لكن المشكله ديالك هو انك مشيتي وبغيتي تدخل لهذا العالم اللي مجهول عليك تماما وما كتعرف فيه والو. قال لي راك لقيتي الخاتم ديال زخبيله بنت ملك الجان الاحمر، ولقيتي رقعه الجلد المسحوره، ولقيتي الدنانير النحاسيه، ودابا حاليا راك مطلوب في العالم ديال الجن، راك مطلوب عندهم دابا. وهذا الامر هذا راه جا من الاميره زخبيله شخصيا بنت ملك ملوك الجن الاحمر. قال لي دابا حاليا غادي نعطيك الطريقه باش غادي تتواصل معاهم، حيت هادشي خاصني نديرو بزز مني. غادي نعطيك كيفاش غادي تتواصل معاهم، لكن ملي غتاخد الطريقه غادي تمشي تدرك على وجهك وما بغيتش نبقى نشوفك هنا نهائيا. قال لي الشيخ باللي نتايا نحس عليا وبشير شؤم، ما بغيتش نعاود نشوفك هنا مازال. انا في الحقيقه هنايا تصدمت من الكلام ديال الشيخ وهبطت باش نقبل ليه اليد ديالو، لكن الشيخ ما خلانيش نبوس ليه يده وشاف فيا وقال لي غدا في الصباح قبل صلاه الفجر تكون عندي هنايا. وقال لي قبل ما تجي عندي لهنايا اغسل الجسد ديالك كامل
بماء الورد، وقال لي من دابا خاصك تبدا تدرب على انك ما تاكل حتى شي حاجه اللي فيها الروح، اي كاللحم والبيض والدجاج او غيره من هاد الاكلات. زائد قال لي باللي خاصك تكون لابس لباس ابيض، حيتاش غادي تدخل لواحد الخلوه روحانيه باش تقابل فيها الاميره زخبيله. في الحقيقه سمعت الكلام ديال الشيخ ودرت ليه براسي واخا كون هاني ومشيت. انا في هاد اللحظه ملي خرجت من الغرفه ديال الشيخ غادي يجي عندي المساعد ديال الشيخ حمزه وشدني من يدي قال لي يا اخي بعد على هاد العالم، راه ما عندك ما دير بيه، بعد منه ورجع عند الشيخ قول ليه راه صافي ما بقيتش باغي هادشي وسير عيش حياتك بسلام، راه ما عندك ما دير بهادشي. لكن انا بطبيعه الحال شفت في حمزه وقلت ليه شوف حمزه، راه كاينه غير موت وحده وكاينه روح وحده فقط، يا غادي نوصل لداكشي اللي باغي نوصل ليه اولا نموت. وبلا ما تحاول باش تقنعني يا حمزه، غير خليني. في الحقيقه هنايا حمزه بقى كيشوف فيا وقال لي اش غادي نقول لك، دبر راسك، لكن دابا تشوف شنو غادي يوقع لك ايها الصحفي. قال لي غادي تاكل من الزقوم وغادي تشرب من الحميم وقد اعذر من انذر. في الحقيقه هنايا مشيت للمنزل بواحد الخفه دغيا، مشيت دغيا كنت متحمس، بديت كنجهز في نفسي باش ندخل لهذيك الخلوه الروحانيه واللي كتعتبر واحد البوابه لواحد العالم خفي، واحد العالم اللي غادي نتلاقى فيه بمخلوقات اللي محجوبه علينا حنايا البشر، واللي ما يمكنش لاي شخص باش يدخل ليه الا بالاذن ديالهم وبالاذن ديال شي شيخ اللي كيكون عارف ومقتدر، واللي في الحقيقه كيعتبروه كسفير ليهم في عالم الانس. انايا بديت في الصلاه وفي قراءه القران وفي الدعاء باش يتيسر لي في الامور ديالي. غسلت الجسد ديالي كامل بماء الورد كيف ما امرني الشيخ بالضبط، وبعدت على جميع الاكل اللي فيه الروح كيف ما قال لي، اي حاجه فيها الروح بعدت عليها ما بقيت كليتها. هاد الخلوه الروحانيه كيلزمها واحد التركيز اللي كبير بزاف وعميق، وحاليا انا دابا في البوابه باش ندخل لهاد الخلوه. في الحقيقه هذيك الليله ما نعستش مزيان، كنت متحمس غير امتى غادي يوصل غدا باش نمشي ندخل لهذيك الخلوه. ما كنت كنفكر في حتى شي حاجه من غير انني غادي نتلاقى بالشيخ من بعد صلاة الفجر. هذه هي الحاجة الوحيدة اللي كنت كنفكر فيها، وبالفعل داكشي اللي درت بالضبط. من بعد صلاة الفجر قصدت البيت ديال الشيخ، بطبيعة الحال كنت لابس واحد اللباس اللي ابيض. ملي دخلت عند الشيخ لقيتو كيصلي وكيقول في شي ادعية. ملي سالت استأذنت منه سلمت عليه وجلست حداه. انا الشيخ شاف فيا وبواحد الطريقة اللي في شي شكل، بقى كيشوف فيا وقال لي يا ايها الابن الصالح، راه مازال عندك الوقت حاليا باش توقف هادشي ومتلاقاش مع هذيك الملكة ديال الجن. نسى هادشي كامل ورجع لحياتك العادية، رجع عند ولدك ورجع عند مرتك، رجع لحياتك الطبيعية، راه ما عندك ما دير هادشي، راه باقي عندك الوقت. قال لي الشيخ باللي داكشي اللي تابعك راه العاقبة ديالو خايبة بزاف وما تقدرش تصورها، خصوصا قال لي باللي هادشي ماشي الاختصاص ديالك، رجع للعمل ديالك كصحفي ورجع لحياتك الطبيعية. في الحقيقة هنايا أنا قاطعت وقلت ليه والله الذي لا إله إلا هو ما غادي ندم على حتى شي حاجة وكنتحمل مسؤوليتي، غير خليني غير بدا في العمل ديالك وخليني نشوف عوالم الله الخفية وخليني ندخل في الأفلاك المسحورة باش يطمئن القلب ديالي والخاطر ديالي. قلت ليه والله يا شيخ إن لقاء الجن أحب إلي من لقاء الانس، وقلت له باللي كنظن انه مهما داروا فيا الجن ما كنظنش انهم غادي يكونوا بنفس الدرجه اللي كيديروا فيه الانسان، يعني الانسان اخبث، وكنظن انني غادي نلقى بعض الاصدقاء الاوفياء منهم. هنا في الحقيقه الشيخ بقى كيشوف فيا وابتسم وضحك. هنا الشيخ ملي بدا كيضحك واحد الوقيته غادي يسكت، غادي يشوف في الارض، بقى واحد شويه ديال الوقت ويرفع الراس ديالو، شاف فيا وقال لي اذا ابتداء من اليوم انت غادي تكون المريض ديالي وانا غادي نكون هو الشيخ ديالك، واي امر امرتك به غادي تنفذه فورا بدون اي تردد وبلا ما تسالني نهائيا علاش، وابتداء من اليوم ما تقولش ليا هذا حلال وهذه حرام. هذه القاعده هذه ما معروفاش نهائيا في عالم الجن. قال لي الشيخ ودابا دير هذاك الخاتم ديال زخبيله، ديرو دابا في يدي، ديرو في اليد ديالك اليسرى بالضبط. وقال لي شد هذيك الرقعه الجلديه ودورها على المعصم ديالك. اما بالنسبه للدنانير النحاسيه غادي تخليهم هنايا فوق هالطبله هذه. هنا الشيخ غادي ينادي باعلى الصوت ديالو لحمزه، غادي يعيط لحمزه وغيقول ليه اجي لعندي. هنا ملي حضر حمزه عند الشيخ غادي امر الشيخ وغادي يقول ليه خذ هذا المريض ديالنا الجديد للطابق السفلي. في
في الارض، ودخلوا هذيك الغرفه المفروشه برماد البطن، وشعل ليه شي شمعه بيضه تماك، واعطيه قسم الاحضار، واعطيه مبخره من الطين الاصفر، واعطيه واحد شويه من بخور السلاطين. حمزه غادي يسمع الكلام ديال الشيخ وغادي يقول ليه في الحين يا شيخ، وغادي يمشي باش ينفذ الامر. هنا الشيخ غادي يشوف فيه وغادي يقول ليه العدد ديال الايام ديال الخلوه ديالك غادي تكون 7 ايام، وغادي تكون بالضبط ابتداء من اليوم. حمزه غادي يعطيك قسم الاحضار، غادي تحفظه عن ظهر قلب، وما تلعتمش فيه نهائيا في القراءه، وخاصك تقراه 1002 مره من بعد كل صلاه مفروضه. وضروري ضروري مؤكد انك تصوم في اليوم الثالث والرابع والخامس من هاد الخلوه هذه اللي غتدخل فيها. وفي الليله السابعه غادي يعطيك حمزه طقش الاحمر باش تبخر به هذيك الغرفه. وقال لي الشيخ باللي ما غاديش نشوفوا نهائيا حتى اليوم السابع، والتعامل غادي يكون غير بيني وبين حمزه فقط، لكن هاد التعامل هذا غادي يكون من وراء الحجاب فقط، يعني ما غاديش تشوفه وما غاديش يشوفك نهائيا، زائد انك ما تدويش معاه وما يدويش معاك. هو فقط غادي يجيب لك جميع الامور الضروريه اللي غادي تحتاجها واللي غادي تلقاها حدا الباب ديال الغرفه ديالك. وهنا الشيخ غادي يوصيني وغادي يقول لي ما تخاف من حتى شي حاجه غادي تبان ليك اثناء الخلوه ديالك، ما تخاف من حتى شي مخلوق غادي يبان ليك، ومن الممكن انه يجي عندك واحد العدد من الجن غادي يعطيوك المال وغادي يعرضوا عليك المال والخيرات وغادي يطلبوا منك باش تخلى على هاد الخلوه ديالك، لكن اياك واش توافق، يعني ما توافقش ابدا، خاصك ضروري تكمل هاد الخلوه ديالك 7 ايام كامله الى شروق الشمس اليوم السابع. زائد وصاني الشيخ وقال لي باللي اي حاجه شفتيها ما تقولهاش لحمزه نهائيا، ما تسمعش ليه وما تستشرش معاه في حتى شي حاجه، خليه بعيد. وهذا الشيء كامل اللي قلت لك غادي نناقشوه من بعد ما تسالي الخلوه ديالك. ودابا غير سير باش تلاقى مع حمزه في الطابق السفلي، وراه غادي يعطيك كاع الحاجيات اللي غادي تخصك، واللقاء ديالنا بجوج غادي يكون من بعد 7 ايام بالضبط. هنايا نطت من بلاصتي وقبلت اليد ديال الشيخ ومشيت للمكان ديالي المؤقت فين غادي نسكن. دخلت للخلوه ديالي وسديت عليا الباب. ملي دخلت الغرفه لقيت فيها غير واحد الحصيره مفرشه، زائد واحد طاوله خشبيه صغيره قديمه بزاف، وفوق هذيك الطاوله كانت واحد الشمعه اللي مكتوبين فيها باللون الاحمر شي طلاسم وشي حروف. هنايا غادي نجبد هذيك الورقه اللي عطاني حمزه اللي مكتوب فيها شي اسماء مكرره وشي ادعيه وشي حوايج بحال هكا، واللي عدد السطور ديالها غير 5 فقط. وهنايا بديت في القراءه ديالها وبديت في الحفظ ديالها، مره كنقراهم بالجهر مره كنقراهم بالسر. وهنايا فجاه انا عارف الخوت باللي تشوقتوا بزاف باش نكمل لكم القصه، خاصكم تعرفوا الخوت باللي القصه خطيره بزاف وديال بصح، وفي راسكم باللي الله قلنا بسم الله في الاحداث الخطيره ديالها. بلا ما تعصبوا الخوت وكونوا هانين، غادي نحط لكم الجزء الثاني في اقرب وقت ممكن، غير ما تبخلوش عليا بلايك وبالتعاليق. بغيتكم توصلوا هذه الحلقه اكبر عدد ديال اللايكات باش نحط لكم الجزء الثاني في اقرب وقت، واللي غادي يكون خطير بزاف. كيف قلت لكم ما تنسوش تخليوا لايك وتبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني.